امبارح في عز الفرح، وركز معايا الله يخليك. بطولة كبيرة، كأس عالم للأندية. النادي الأهلي طاير فوق في السحاب، السحابة اللي احنا فيها دي السحابة بتاعت الأهلي، ها؟ طاير فوق في السحاب، والدنيا حلوة، وأنا حلو، وأنت حلو، كل حاجة تمام. 100 100 فل و10. فجأة مرة واحدة لقيت تصريح السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أقسم لكم بالله إن أنا التصريح ده والله العظيم افتكرته حاجة مضروبة، افتكرته تصريح مضروب. اصل هو منين بيودي على فين؟ هو احنا في سنة كام يا جماعة؟ سألت نفسي السؤال، هو احنا سنة كام؟ اكيد التصريح ده حد زق ورميه في 2025، يعني في آلة الزمن جت رمته من سنة 18، رمته على 25. اقرا كده التصريح وخليك معايا. فجريت اقول ايه؟ قال لك عندما حدثت أزمة ما بين هدايا دخلت النادي الأهلي وحدث ذلك في الرأي العام، لم أقبل كوزير مصري أن يهين أحد أو يعطي شكل غير لائق لواحدة من أكبر المؤسسات الموجودة في مصر، وتدخلت بمنتهى القوة لإدارة هذه الأزمة. فقلت فريق الإعداد يا جماعة شوفوا لنا الكلام ده اتقال ولا لأ؟ ما هو أكيد ده كلام مش مستحيل يكون قاله وزير الشباب والرياضة. ده هو أنا هذا الرجل يعني بحترمه جدا جدا، عارف إنه تصريحاته كلها تصريحات مسؤولة يعني، وتصريحات دقيقة كمان. يعني أي تصريح هيتقال في توقيت هو تصريح دقيق، يعني بيروح في حتة معينة. فهنجيب المداخله نبص على الموضوع. لا، ده فعلا قال التصريحات. الحقيقه انا مش فاهم يا دكتور اشرف، انت عارف مدى تقديري واحترامي ليك، بس انا مش فاهم ايه لازمته وايه توقيته. يعني ايه لازمه تصريح زي ده هربان من سنه 2018 جاي في 2025؟ يعني مش لاقي لها اي سبب، مش لاقي لها اي مبرر، ملوش اي يعني. تقعد تفكر فيها كده، الله طب ايه ده؟ بعدين تبص للتوقيت، ده الدنيا فرح والاهلي في كاس العالم للانديه والدنيا زي الفل. ف ايه الهدف من ورا تصريح زي ده؟ ايه لازمه تصريح زي ده في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ والاهم من كل ده، الاهم من كل ده انه هي فين او هو فين السؤال اللي اجابته اللي حاصل قدامكم ده؟ يعني انا سالت نفسي سؤال. انا راجل بشتغل في الشغلانه دي بقالي يعني 20 سنه مثلا، فاعرف ان انا لما بسال سؤال، السؤال اللي كان بيساله استاذ خيري رمضان واللي كان بينقله عن جمهور النادي الاهلي، وحضرتك يا سياده الوزير ليه ما رحتش تودع فرقه النادي الاهلي وهي رايحه في كاس العالم للانديه؟ سؤال مشروع جدا على فكره بالمناسبه، ومن حق الناس ان هي تساله، ومن حق الجمهور ان هو يسال. وطبعا اكيد رد الوزير ده حاجه كويسه، حاجه مميزه انك ترد وتستجيب للناس ويبقى عندك الحاجات اللي شبه كده. فبص الاقي الاجابه بتاعت السؤال احنا بنفتح في حاجه سنه 2018. يا جماعه اذا كان هذه التصريحات لابد ان تكون تصريحات مسؤوله، واحنا بنتكلم في ظل توقيت مختلف تماما وزمن مختلف تماما وحاله من حالات يعني التقدير والاحترام والمحبه. ايه فايده الزج بموضوع زي ده؟ والزج ما هو بالتبعيه باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ، وبالتبعيه كما لو انك بتفتح موضوع بفتنه جديده. ألا، مين مستفيد يعني مين مستفيد من تصريحات زي كده؟ احنا شايفين هذا الدعم الكبير جدا جدا اللي بيحصل للرياضه المصريه من خلال موسم الرياض، ومن خلال اللي احنا شايفينه خلال السنه اللي فاتت من استقبال للاهلي والزمالك في السوبر الافريقي وما قبله وما بعده، واللي انتم شايفينه خلال الفتره اللي فاتت. وهذا الكم الكبير من الزخم اللي موجود مع حضراتكم في MBC مصر، هو هدفه ايه؟ ما هو الاهلي ده نادينا المصري، ولو مش موجود الاهلي هيبقى موجود الزمالك، ومش موجود الزمالك هيبقى موجود كذا، ولو مش موجود كذا هيبقى موجود كذا. هو نفس الفكره ونفس الطريقه ونفس الدعم. فهذه التصريحات الحقيقه يعني لا تجيب على السؤال الاساسي، لا تجيب على السؤال اللي كان من المفترض انه ده ما بتروحش ليه يا فندم كذا، علشان 1 2 3 4. لكن نفتح في موضوع قديم لمصلحه مين؟ الحقيقه انا مرة تانية وتالتة بكن كل التقدير للدكتور أشرف صبحي، وهو عارف كده كويس، بس بكل محبة وبكل يعني ود وتقدير
هذه التصريحات غير موفقه، لا الزمن زمانها ولا الوقت وقتها، ولا هي التصريحات اللي المفروض تخرج في توقيت زي ده واحنا بنتكلم في ظل فرح كبير جدا وعلاقات طيبه جدا جدا وفرحه لجمهور النادي الاهلي وتغطيه ما بعدها تغطيه من MBC مصر وحاله زخم كبيره جدا جدا. هذه التصريحات لم تكن موفقه على الاطلاق، وانا بقولها لك للمره الثانيه، انا ما كنتش متخيل انه هذه التصريحات خرجت من وزير الشباب والرياضه، لكن ما علينا، هو ده اللي حصل. فاتمنى انه هذه التصريحات اصلا يكون ليها ايضاح، هي دي النوعيه من التصريحات اللي لازم يبقى ليها ايضاح. على إيه ليه؟ فاهم؟ وفي التوقيت ده ليه؟ وعشان خاطر ايه؟ ايه الهدف؟ وليه؟ ها؟ تقعد تسال نفسك اسئله كتيره جدا جدا.